طبعًا إحنا امبارح يا بنات أو الفيديو الأخير كنا بنتكلموا عن حالة الاكتئاب اللي إحنا كلنا كنا بنمُر بيها، فالنهارده قُلت إن أنا هنكمّل معاكم الكلام لإن الفيديو وقته ما سمحش إن أنا نكمّل معاكم الكلام فيه. بُصّوا يا بنات، أنا كإيمان بنخرج من حالة الاكتئاب اللي أنا فيها ديّة زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات عشان حبايبي اللي لسه داخلين القناة النهارده. بالمناسبة لو أنتِ أول مرّة تخشي قناتي يا قلبي خُشي خدي لِك جولة بسيطة بإذن الله، بإذن الله هتعجبِك، لو عجبتِك اوعي تنسي الاشتراك وضغط على كلمة الكل عشان يوصلِك مني كل إشعار فيديو أنا بانزّله. خُشي كده خدي لِك تصفيحة كده في القناة إن شاء الله بإذن الله، ممكن تستفادي وممكن يكون عندِك أنتِ معلومة تفيدني أنا كمان للي إحنا كلنا يا بنات هنا في القناة ديّة بنستفادوا من بعض. حبيباتي بقى الكلام الجميل اللي أنتم بتكتبوه في حقي ربنا يكبر خاطركم يا بنات والله العظيم، والله العظيم أنتم أحلى نعمة حصلت لي في الدنيا. بجد على الواحد بيشوفه جنبه والواحد بيمُر في حياته بجد، بجد أنتم أعظم هدية ربنا هداني بيها، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا، أبدًا. وزي ما قُلت لكم في كل كلامي، أحلى حاجة في الدنيا اللي أنتِ تعاشري ناس أو تعرفي ناس أو ناس تحبِّك لله في لله من غير أي مقابل، وأسوأ حاجة في الدنيا اللي أنتِ تنخدعي في ناس كنتِ بتحبيهم وكنتِ عاطياهم الثقة اللي هم طلعوا ما يستاهلوهاش، أنتِ فاهمة قصدي إزاي؟ والله العظيم بجد، أقرب الناس ليكِ اللي أنتِ كنتِ متخيلة اللي هم سَنَد من بعد ربنا وإن هم حاجة كبيرة في حياتِك وإن هم غاليين، لأ، 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 بجد، بجد بيطلعوا أرخص ناس ممكن تتوقعي إن أنتِ تعيشيهم في حياتِك أو تمُر على حياتِك بحالها ناس زي ديّة. فعشان خاطر كده أنا فعلًا، فعلًا بنقدّر النعمة اللي هي في إيدي، أنتم نعمة ربنا عطاها لي. وبُصّي هاقول لِك على نصيحة قبل بقى ما نخش في مشوارنا، مش عارفة إيه اللي جاب الكلام ده في الكلام ده، فبالمناسبة بقى في مجرد الكلام إحنا بنتكلموا مع بعض، ما تدّيش الثقة لحد مهما كان هو غالي عندِك. في وقت الشدة اللي بجد يا بنات بتظهر كل الوشوش على طبيعتها. بيظهر لِك البني آدمين اللي أنتِ عاشرتيهم واللي أنتِ بتتعاملي معاهم كل واحد على طبيعته. وأهم حاجة تكون فينا مفيدة في البني آدم اللي هو يتعلمها إن هو يتعلم. مش بُصّي أنا هاقول لكم على حاجة، ما هو أنتِ هتفضلي بطيبتِك وتفضلي أنتِ زي ما هو ما يبقاش بقى ده طيبة، ده بتبقى غباء، فاهمين؟ لإن الطيبة لمّا بتزيد عن حدّها بتبقى غباء بجد للبني آدم، فأنتِ لازمًا أنتِ كده تصحصحي كده لحياتِك وتصحصحي لبيتِك وتصحصحي لنفسِك. وخُشوا بقى دلوقتي يا إيمان في التفاصيل بقى اللي إحنا كنا بنتكلموا فيها. بيتكلموا عن حالة الاكتئاب، اكتئاب ليه يا حبيبة قلبي؟ والله العظيم الدنيا ما هي مستاهلة اللي أنتِ تزعلي أو تكتئبي، يعني أنتِ بتزعليش يا إيمان؟ لأ مش هنبقى كذابة بقى ونقول لكم اللي أنا مش بنكتئب وما بيجيليش حالة اكتئاب ومش بنزعل، والله بنزعل، وساعات بنبقى بُصّوا قاعدة مخنوقة لا قادرة مش قادرة إيه، مُحبطة لا عايزة نشتغل ولا عايزة نعمل أكل ولا عايزة نعمل شُرب، وهين علينا نقول للولاد روحوا اقعدوا في الحضانة طول النهار والكلام ده كله، في نفس الوقت بيبقى إيه من جوايا قلبي بيغلي عشان خاطر ولادي بعيد عني. الحل إيه يا إيمان؟ زي ما قُلت لِك بُصّي في النِّعَم اللي ربنا عطاها لِك طول يومِك، بُصّي للفضل اللي ربنا مميّزِك بيه عن باقي البشر، بُصّي لحاجات جميلة هتلاقيها فعلًا، فعلًا في حياتِك بس أنتِ ما أنتيش حاسة بيها عشان أنتِ مش مقدّرة النعمة اللي في إيدك ديّة. لأ إحنا كلنا مقدّرين النعمة يا إيمان بس أنتِ اللي إيه، بتأفوري في الحكاية. أنا هاقول لِك على حاجة، خُشي واقري واستمتعي. أنا عن نفسي كإيمان بنقرا لمّا أكون زهقانة، باقول إيه، الرياضة. أنا عن نفسي ما بنعرفش نعمل رياضة أو ما عنديش طولة بال إن أنا نعمل رياضة، حاولت بدل المَرّة كام مرّة، ما بُصّي إجهاد، جسمي مش بيدّيني مش بنقدر نقاوم إننا نكمّل في الرياضة، أقصى حاجة ممكن يومين 3 وبعد كده خلاص نهنِّج وممكن ما نعملش حاجة تاني خالص. أبسط شيء يقولوا المشي. طب إحنا طول النهار أساسًا في الشقة بتاعتنا ما بنبطّلوش مشي، يعني أنتِ لو تعدّي بس الخطوات اللي أنتِ بتخطيها في الشقة من المطبخ للأوضة، من المطبخ للصالة فاهمين؟ كل شغل سِت البيت يعتبر في المطبخ يا بنات، بس ده كُلّته برضه أهم حاجة اللي أنتِ تبقي أنتِ ذاكرة النعمة ديّة. بُصّي أنا هاقول لِك على حاجة، في بنات ربنا يا رب يرزقهم الزوج الصالح ويسعد كل واحدة على قد يا رب إن شاء الله بإذن الله نيّتها من جوّه، بجد والله العظيم يا بنات أنا هاقول لكم على حاجة، كل واحد ربنا بيدّيه على قد نيّته. كل واحد ربنا بيبقى جاعل له كل حاجة جميلة في عينيه بسبب ضميره الصافي لربنا، فاهمين؟ وزي ما قُلت لِك أحلى حاجة في الدنيا إن ربنا بييجي لِك كده عشان يقول لِك صحصحي، ما تنخدعيش في الوشوش اللي قدّامِك، ما تدّيش سرِّك لحد، ما تقرّبيش من حد زيادة عن اللازم، خلّيكِ دايمًا قرّبي من ربنا واحفظي ربنا عشان ربنا يحفظِك، وطول ما أنتِ حافظة ربنا، ربنا هيحفظِك، حفظه هو من عنده كده شيء لا يعلمه إلا الله. فعشان خاطر كده يا حبيبتي اقري واسمعي وصلّي واخرجي، العبي مع ولادِك. أنا والله طَب أنا هاقول لكم على حاجة، أنا برضه كإيمان ما ليش طولة بال إن أنا ألعب مع ولادي، أنتم فاهمين؟ أنا من النوع اللي هو إيه، تقيل في نَفْسه شوية، مش حتّة تقيل بقى اللي أنا بنمدح في نَفْسي والله أبدًا يا بنات،
بس أنا عمومًا بنحب القعدة الهادية، يعني بنحب القعدة مش اللعب والتنطيط والخروجات والكلام ده خالص بجد، حتى لو طلعت خروجة برضه بنقعد، تصدقوا بقى؟ لا إما ماسكة تليفوني وقاعدة، يا إما قاعدة نتفرج على الولاد وهُم بيلعبوا. طب يا إيمان أمال هتخرجي إزاي من حالة الاكتئاب اللي أنتِ فيها ديّة؟ أنتِ كده حيرتينا. أنا مديكم أمثال على نفسي أنا يا بنات، أنا بنكلمكم من قلبي من جوّه عشان خاطر الكلام يوصل لكم بجد، عشان الحاجة لمّا بتخرج من القلب بتوصل للقلب في منتهى السهولة من غير أي تجميل ومن غير أي حاجة. أنا هاقول لكم على حاجة، أنا لمّا نبقى زهقانة من حاجة أو متضايقة من حاجة، أهم حاجة بس نعملها نكلم أمي، بلسم للجروح، مش عشان خاطر أمي بقى والله أبدًا، بس يعني إيه، لازمًا تخلّي الناس المقربة الحبايب اللي بجد، اللي بجد، اللي يخافوا عليكِ، اللي يخافوا على مصلحتِك، اللي يخافوا على زعلِك، اللي يحاولوا يسعدوكِ حتى لو مش سيبِك من الماديات وسيبِك من أي حاجات دي كلها. وزي ما قُلت لِك أهم شيء في الدنيا يا بنات اللي تاخدها صاحب، ده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فعلًا، فعلًا ما فيش حاجة ذُكرت في القرآن ولا حاجة جات على رسول الله إلا فعلًا، فعلًا كلّها فيها خير لينا، أمك ثم أمك ثم أمك، ما فيش حاجة بعد الأم، ديّة طبعًا لو ربنا أراد أو ربنا كاتب إن أنتِ مثلًا أو فعلًا إن ربنا اختار والدتِك من قيد الحياة أختِك. فاهمة؟ ما اختارش ما لكيش اخوات بنات، ما لكيش أي حاجة، اقعدي بينِك وبين نفسِك في أوضتِك واتكلمي مع نفسِك، ما تتكلميش مع حد، ما تتكلميش مع حد لأن الدنيا يا بنات مش مستاهلة، والله العظيم بجد عن تجارب من إيمان، أنا ما بنديكوش الكلام غير بعد تجربة ومرّة و2 و3، وأنا برضه يعني إيه، بنتسهل في حاجات كتير أو قلبي بيصفى بسهولة بصراحة، وده نعمة من فضل من عند ربنا، بس ساعات الطيبة يا بنات بتبقى خيبة، أنتم فاهمين قصدي؟ ساعات طيبتِك دي بتبقى خيبة ليكِ، لأ، مش معنى كده إن أنتِ تبقى غبية، اوعي تعلّمي قلبِك الكره، أو تعلّمي نفسِك الغباء، أو تحطّي في قلبِك كره لحد، أو تحطّي لغيرِك ضغينة في قلبِك، يعني تتمنّي له حاجة وحشة في حياته، بالعكس، اتمنّي كل الخير للناس عشان يعود لِك أنتِ، إن اللي أنتِ بتتمنّيه لنفسِك أو بتتمنّيه لغيرِك يعود لِك أنتِ، سبحان الله، سبحان إن ربك لبالمرصاد، بس اتعلّمي بقى، ما تتنّيش طول عمرِك هبلة في الحياة، اتعلّمي. أنا النهارده اتكلمت معاكم لإن فعلًا كنت محتاجة إن أنا أتكلم معاكم، وكمان حاجة اتكلمت وقُلت على الحاجات اللي أنتِ تخرجي منها يا حبيبة قلبي، والله ما حاجة مستاهلة إن حد يزعّلِك ولا حد يمغّص عليكِ حياتِك ولا حد يضيّق عليكِ الحياة، الحياة أبسط مما تتصوّروا، بس اللي يعرفها صح واللي يفهمها صح يا بنات، والله العظيم القرد بالقليل ربنا هيعوّضِك بالكتير، فاهمين؟ قابلي السيئة بالحسنة هتلاقي ربنا بُصّي جاعل لِك مخرج من كل ضيق، أنتِ ما تعرفيش جات لِك المخرج دي منين، وسيبوا كل واحد يحصد وسيبوا كل واحد يتكلم وسيبوا كل واحد يطلّع اللي عنده، الحاجات دي كلها واضحكي، اضحكي من جواكِ إن أنتِ عرفتِ الناس دي إيه، بجد ما تزعليش. لإن من كتر اللي أنتِ اتعلمتيه في حياتِك فاهمة، هييجي وقت هيبقى عندِك لا مبالاة من أي حاجة جنب منِّك، إزاي؟ في الأول وأنا صغيرة يا بنات أو يعني أنا دلوقتي كبّرت نفسي كمان أنا مش كبيرة أوي يعني يا بنات، بنهزر معاكم طبعًا، يا بنات الصغر مش صغر السن، الصغر صغر العقل، والله العظيم بجد. بعقلِك أنتِ هتقدري تعرفي كل اللي بيدور حواليكِ من غير أنتِ ما تتكلمي، كتر الكلام مش بيجيب فايدة مع ناس، بالعكس الصمت والبُعد أقوى سلاح ليكِ، أقوى سلاح ليكِ إن أنتِ تعيشي بضمير مرتاح، بعزة نفس لنفسِك، بحُب ذاتِك، براحة بيتِك، براحة بالِك، ببعد عن الاكتئاب اللي إحنا بنتكلموا عنه النهارده، صدقيني. أنا النهارده كمّلت الفيديو بتاعي امبارح عشان حبيبة قلبي، حبيبة قلبي ياسمين تسمعني دلوقتي، مش ياسمين أنتِ في كذا ياسمين فاهمين؟ هي طبعًا دلوقتي سامعانا وعارفة، والله يا حبيبة قلبي يعني هو إيمان دلوقتي عايشة في البيت أو فاطمة كلّنا فاهمين؟ مش هنجيب باسم كلّنا يا بنات، كلّنا كبنات، كلّنا كستات بيوت، هل مش بيحصل اكتئاب أو مش بيحصل زهق أو مش بيحصل خناقات أو مش بيحصل مشاكل؟ البيوت بحالها يا بنات أسرار ما يعلم بها إلا ربنا، كلنا مختفيين ورا بيت أو ورا جدار اللي جواه ما يعلمش بيه غير ربنا فوق سبحانه وتعالى، بس زي ما قُلت لِك احفظي ربنا عشان ربنا يحفظِك، فاهمة؟ اوعي تيجي اللي أنتِ تظلمي اللي قدّامِك أو تطمعي فيه أو تيجي على حد عشان خاطر حد، أنتم فاهمين قصدي إزاي؟ أو هنقول لكم على تطمعي في حاجة مش ليكِ. لأ، حقِّك دوّري عليه وخديه، فاهمة؟ عاوزة تتنازلي عليه برضا نِفس، يا عند ربنا، بس المهم تعرفي إن أنتِ ليكِ حق، عشان تعرفي أو تعرفي من جواكِ إن أنتِ ليكِ ذات وليكِ كيان وليكِ حياة، أنتم فاهمين قصدي إزاي؟ أنا ليّا حق وأنتِ هتيجي تقولي لي اللي أنا ما ليش حق، لأ،
يبقى ليكِ وقفة، أنا هنعرّفِك حقي فين، وحقِك أنتِ كمان فين، وساعتها بقى عايزة نتنازل عنه فاهمة، برضا نفسي بمزاجي، برأيي أنا، مش أنتِ اللي هتفرضي رأيِك عليَّ، مش أنتِ اللي هتطلّعي أو أنت أو بُصّي كلنا كعموم، خدي حقِك بذكاء، بأدب، باحترام، عايزة في يوم من الأيام إن أنتِ تتنازلي عن حقِك أو تسيبيه توهبيه كده لله، يا سلام عند ربنا، سيبيه، مش هنقول لِك ما تسيبيهوش، بس أهم حاجة تعرفي حقِك إيه وليكِ إيه وعليكِ إيه. فيديو النهارده يا بنات بُصّوا اتكلمت فيه في حاجات كتير جدًا، جدًا. أنا هاقول لكم على حاجة، كل البنات اللي طلبوا مني رقمي على الواتس أنا حطيت رقمي معاكم يا بنات في الكومنتات، في بنات كتير دخلت كلمتني، وطبعًا والله العظيم أنا كل مرة نقول لكم هنحط الرقم بتاعي على لمحة يا بنات بننسى، فاهمين؟ بس أي واحدة حبيبة قلبي طلبت الرقم مني أنا ما قُلتش لأ، أو اللي أنا ما اترددتش، وهاقول لكم اللي أنا فقيهة يعني وبنتعلم وأنا معايا إيه، لأ أنا تعليمي متوسط جدًا يا بنات، بس الحياة علمتني كتير، اتعلمت كتير، وأهم حاجة زي ما قُلت لِك قرّبي من ربنا عشان ربنا يجعل لِك كل حاجة في عينِك حلوة، حتى الحاجة الوحشة ربنا بيبقى مرضيكِ فيها، حتى الناس والظن والكلام وبُصّي تحسي كلام مش عارفة البشرية بتبقى فيها إيه بجد، بس أنتِ راضية من جوّه، تبقى تضحكي، بيبقى من جواكِ رضا، تبقى تضحكي أصلًا على الناس اللي جنب منِّك ديّة، بتشفقي عليهم، فاهمة؟ بجد بتشفقي عليهم، يعني إيه، مساكين، والله العظيم بجد يا بنات مساكين، مساكين اللي هم كل اللي بيعملوه في نفسهم ده وأنتِ قاعدة هادية وفي رضا وفي سكينة وفي انبساط وفي ضحك، وربنا يا رب يجعل كل بيوتنا بآمين يا رب العالمين فيها الستر وفيها الرضا وفيها راحة البال وفيها اليقين إن ربنا بجد مش بيضيّع حق حد، وإن ربنا بجد الخير كله عنده. بس تعالي له أنتِ كده وقولي له: يا ربي سلمتك أمري وملكتك أمري، أنت وليي في الدنيا وفي الآخرة وأنت على كل شيء قدير. ربنا مش بيجيب حاجة وحشة خالص خالص لعبده يا بنات، دايما العبد هو اللي بيختار الحاجة الوحشة، وزي ما قلت لك وبقولها مرة واتنين وعشرة، احفظ الله يحفظك، واحنا دايما دايما ان شاء الله باذن الله حافظين الله. ويا رب النهارده الفيديو يا بنات ما اكونش طولت عليكم وما اكونش لكيت كتير في الكلام، ما اكونش طلعت من الكلام ده للكلام ده، بس صدقوني والله أنا بنتكلم على الواتس أو بنرد، يعني في بنات كتير بتكتب لي رسايل أنا ما بنرد، والله يا بنات بيبقى ورايا شغلي، فأنتوا ما تزعلوش مني تقولي مثلا إيمان ما بتردش، أنا بنرد عليكم بس على مراحل، يعني أنت ساعات بتكتبي لي والتليفون بيبقى في إيدي نسيبه ونروح نشوف ولادي أو نشوف بيتي أو نشوف اللي ورايا، فأنا بنجمع كل الكلام في فيديو، انتوا فاهمين، كل أسئلتكم كل حواراتكم اللي انتوا بتطلبوها مني أنا عارفة إن انتوا ساعات بتبقوا زهقانين وساعات بتبقوا عايزة تتكلموا مع حد، بس والله والله غصب عني يا بنات اعذروني، وإن شاء الله بإذن الله أنتم هتعذروني بجد، لأن أنتم كلكم ستات بيوت وكلكم عارفين البيت بيبقى فيه إيه ومتطلباته إيه، وإحنا كستات بيوت بنعمله إزاي في بيوتنا، فعشان خاطر كده أنا جمعت 50 سؤال النهارده في الفيديو ده، وهقول لكم أسئلتكم كلها في محور واحد، البيوت، والبيوت اللي قلت لكم ياما بيحصل فيها زي ما بيحصل عندي بيحصل عندك، أنا بنقول لكم عن النصيحة اللي بتحصل معايا.